الحقيقة، السعادة وعلاقتها بحسن الظن بالله. طب تعالوا نعكس الموضوع كده ونسأل هو إيه اللي بيمنعنا أصلا من الشعور بالسعادة؟ هنلاقي إن أكبر عوائق للسعادة يعني نقدر نختصرها في شعورين، هما الخوف والحزن، وهما يعني كأنهم حجاب أو حاجز على القلب كده بيمنعه إنه يشوف أو يشعر بالسعادة. الخوف طبعا من اللي جاي واللي هيحصل، أو من رد فعل الناس، أو خوف من الفشل أو خوف من الفقد. الحزن بقى واكترار الأحزان الماضي، والأسى والندم على اللي فات من اختيارات بقى، من قرارات أو أوضاع يمكن كنت مبسوط فيها زمان وشايف إن خلاص الزمن ده فات ومش موجود وعمره ما هيبقى أحسن. طيب كتاب الله بيقول لنا إيه يطمنا ويأمن خوفنا ده؟ بيقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. أولياء، عارفين أولياء